رمضان. رمضان شهر الخير والفضائل، رمضان شهر الغفران والبركات، شهر فاض فيه الغفار بالكرايم، فيه مدنا بالنور والنفحات، فيه نزل رحمة كتاب النعيم، مسك الختام منبع الهدايات، فيه نغن بالأجر والنفايل، محي الذنوب وظفر بالحسنات. شهر فضيل لكل يوم من أيامه الطيبة العطرة عدد، ولكل عدد دلالة في الإسلام وفي كتابه العزيز، وفي كل يوم تحدي وإعجاز قرآني. اليوم الثالث من الشهر الفضيل يوافق العدد 3. جاء العدد 3 في الكثير من الآيات في القرآن الكريم، ومنها قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وقال تعالى: آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام. كنلاحظوا بأن العدد 3 تستعمل في أيام الصوم في الحج، ف3 لا هي مرهقة ومتعبة بالنسبة للحاج ولا هي بالسهلة، وهي كتعكس الوسط. والعدد 3 عبر أيضا على اليقين، بحيث أن المرأة يمكن تعرف ما في بطنها في انتظار 3 قروء، وهما الطهر أو الحيض. ومشات الحكمة الإلهية في الأيام ال3 اللي أمر بهم الله تعالى سيدنا زكريا باش يلتزم الصمت 3 أيام ملي تبشر بالولد، وتكون 3 أيام كافية باش يستوعب لحظات الفرح، ومخصصة لذكر وشكر المولى عز وجل. و3 من الأعداد المهمة اللي كيبنيو عليها معظم الناس الأفراح والاحتفالات ديالهم. و3 أيام كذلك تعتبر كافية للحزن على الميت واستيعاب المصيبة والتلاؤم معها. القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإعجازات القرآنية الإعجاز الغيبي، حيث جاء في كتاب الله تعالى أخبار وقعات النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي. من أمثلة الإعجاز الغيبي قصة النبي موسى مع فرعون والهروب ديالو مع الذين آمنوا معه، وهذه القصة مذكورة في سورة يونس. وكاين مثال آخر جاء في قصة يوسف عليه السلام وما وقع عليه من أحداث، حيث جاء في كتاب الله تعالى أخبار وقعات سابقة لزمن النبي. قال عالم الغيب تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت أنت ولا قومك من قبل هذا. ووجه الإعجاز في هذه الأمور والأحداث الغيبية اللي ذكرها القرآن أن لا علم للنبي محمد ولا قومه بها، وهذا أكبر إعجاز وأبلغ رد على الكفار اللي كيقولوا على أن القرآن هو كلام من عند النبي. سبحان الخالق عالم الغيب وما أعظم كلام الله.